أول شخص مسلم يفوز برئاسة نيويورك ويبقى العمدة بتاع مدينة نيويورك. تعال أقول لك إيه اللي حصل. زهران ممداني شاب مسلم عنده 34 سنة من أب أوغندي وأم هندية بيفوز في واقعة أول مرة تحصل في نيويورك إن هو يكون عمدة نيويورك وشخص مسلم. زهران ممداني زي ما بقول لكم كده عنده 34 سنة، مشهور عنه إنه دايما بيدعم القضية الفلسطينية وإنه ضد اللي ما يتسموش. طبعا فوزه دوت بيشكل خطر كبير جدا على نتنياهو وعلى طبعا دونالد ترامب اللي هم اصلا ضده من زمان جدا، وبيقولوا ان زهران ممداني على لما مسك كده الفلوس هتقل في امريكا وحاجات كتير قوي هتحصل. من ضمن طبعا التصريحات اللي قالها زهران ممداني ان هو لما يبقى عمدة نيويورك هيقضي يعني على نتنياهو وجماعته وهيقبض عليهم والكلام ده كله. طبعا في خطر كبير على دونالد ترامب وعلى نتنياهو بسبب تولي عمدة نيويورك الجديد الشخص المسلم زهران ممداني. زهران ممداني من متجوز واحدة بنت فنان، والواحدة دي سورية. شخص مسلم أول مرة تحصل في تاريخ أمريكا وإن هو يبقى عمدة نيويورك، حاجة نفتخر بيها وحاجة كويسة جدا. انتوا بقى قولوا لي في كومنتات ايه رأيكم في تولي زهران ممداني عمدة نيويورك.